السلام عليكم. النهاردة دي تالت حلقة من سلسلة السيلف كير أو الاهتمام بالذات، أو النفس يعني. طيب أنا كنت عايزة أتكلم في موضوع مهم جدا، هو موضوع المشاعر وكيفية التعامل معاها. طيب القصة الأول اللي عايزة أقولها أو فكرة الموضوع المشاعر ده، إن أنا لازم أعرف إن أي تصرف بتصرفه بيبقى مبني على شعور وفكرة. يعني إما في شعور معين جه فبعديها الشعور ده جاب لي فكرة معينة فبالتالي اتصرفت تصرف معين، أو إن مثلا في فكرة جات لي فالفكرة دي خلتني أشعر بشعور معين فبالتالي اتصرفت تصرف معين. ايا كان مين الاول. انا عايزه ابتدي افهم المشاعر دي، لان احيانا كتير يا اما بنكبت المشاعر دي وبطنشها خالص، وفي الاخر تتراكم وببقى مش عارفه انا عامله كده ليه. يا اما ان انا بحاول اقعد اتحكم في مشاعري، يعني ايه، اقعد اريزست، او ان انا ايه، لا مش انا ما ينفعش اشعر بكده، لا انا انكرها، يعني انكر الشعور. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان اول بحس بشعور وخصوصا شعور سلبي ابتدي افكر، اسال نفسي انا حاسه بايه، واسمي الشعور ده. مثلا هقول انا حاسه بالحزن، انا حاسه بالغضب، انا حاسه بالاحباط. ابتدي كل شعور ليه اسم، احط اسم للشعور ده، وبعدين ابتدي افكر طب ليه بقى انا حسيت بده، عشان كذا كذا. ده ممكن يكون موقف قديم مثلا حصل زمان وساب اثر فيا مش كويس، فالموقف ده رجع لي تاني وابتديت افتكره فاثر عليا بطريقه سلبيه، بقيت احس باحساس وحش. او مثلا يكون فكره جت في مخي برضو وعملت نفس شعور اللي هو مش عاجبني ده. او مثلا تراكم مشاعر كتيره حصلت وانا مش بعمل البروسيسنج خالص الايموشنز، او بنكرها زي ما قلنا، او بحاول اقاومها، او بحاول ما اتقبلهاش. فكل ده بيخليني احس ان انا لا، في حاجه غلط وانا مش فاهمه انا ليه كده. فالاكسرسايز اللي علينا ان احنا نحاول نفهم الشعور ده ونسميه ونعرف سببه، بالتالي هعرف اعبر عنه بالطريقه الصح. المره الجايه هنتكلم بقى على المشاعر الايجابيه وتأثير برضو المشاعر السلبية على صحتنا البدنية والنفسية. أشوفكم المرة الجاية. سلام عليكم.